السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ اخباركم؟ احوالكم؟ اموركم؟ ان شاء الله بخير ومرتاحين وكل شيء حلو بايامكم وساعاتكم. اليوم عندنا لكثرة الطلبات صدر دجاج دايت محشي بالخضار، فيكه وحلو وبنفس الوقت طيب، واذا ركزتوا وياي راح يكون سهل عليكم. المواد اللي عندنا اللي راح نشتغلها فطر فريش I like it، يعني اذا ماكو ما توفر عادي فطر مسلوق، يعني العلب ماكو مشكلة. جزر مبروش شوية، بازاليا، فلفل اخضر، بصل، ليمون شوية للتتبيل مالت الصدر، وهنا ثوم للحمس، وكزبرة للحشو، فلفل ابيض للحشو، ملح للحشوة، وهنا زنجبيل، فلفل ابيض، كزبره، شويه فلفل اسود، خردل للتتبيله. واذا وجد ثوم مهروس افضل يكون وياه، لان الثوم المهروس ما ادري وين ضيعته، ما ادري بصراحه فنسيت، سوري. هسه راح تشوفون شنو راح اسوي. اول خطوه راح نسويها وزيت زيتون قليل راح احمس به الخضار هاي بالتدريج، واحده واحده. تعال هسه هاي شوي زيت زيتون. اول ما ابدي بالبصل نص النار، يصير قصدي عليه شوية لين هيجي ما راح تقطع ولا راح تخلص. هاي بسوي لكم كل شيء قدامكم خطوة بخطوة حتى تشوفون بالتفصيل الممل، ولا يجين واحد يقول ما نجحت عندي او فشي. هسه ذبل البصل شوية الفطر، الفطر نطيته اعلى نسبة لان الفطر كلش طيب خاصة الفريش. الفلفل الاخضر والجزر، شوي بعد. اذا تريدون بيكون بطاطا يعني عادي، ما عندنا ما انصح به لان تصير زفر ويا الدجاج، فخليكم على هاي الاغراض اللي شفتوها. بازاليا يقعدنا البهار مالته والثوم اللي هو تكون اخر خطوه. شوفوا سهل عندنا هاي. هسه راح اذوب البهار والملح بنفس الوقت. البهار، كزبرة، فلفل ابيض. وصل المرحلة الأخيرة راح أذب الثوم. ذبت الثوم أنا هسه ينحمس وياه، ينطي نكهة طيبة وحلوة. حتى لا يزعلون جماعة الدايت اللي يطلبون من عندنا يبون شغلات دايت، ان شاء الله راح ننزل لكم شغلات لحم دايت مو بالدجاج. تفيدكم وتعجبكم، كل ما عليكم انكم تتابعونا على الفيسبوك او على اليوتيوب او تقدرون تضيفون جبنة البارميزان وياه كلش طيبة وما تكسر.
يمكن شوية غالية يعني، بس طيبة، كلش طيبة يعني. طيبة. وتقدرون تقيمون الجبن ورا ما يخلص، هم تسوون العلوجة مالته وتحمروه بالفرن ورا ما يخلص كلش يعني. هسه هاي عندي، هاي خلطة الحشوة اللي راح احشي بيها الدجاج، وراح اشوف الطريقة شلون راح نخلطه. ماكو هنا. وهذا شكل الحشو صار هيجي، هذا شكل الحشو هسه. هسه عندنا صدر الدجاج وكيفية الشرح مالته والحشو. هاي من فوق شوية اخذ من عنده حتى يتساوى عندي. هذا صار هيك هو. من هنا من النص تشرحوه بايديكم. هيك هسه انفتح. ايش راح تسوون؟ كيس بلاستيك بالعشرة. هاي دق خفيف ولا تخافون منه يستوي. طريقة الجوردن بلو تقريبا مشابهة بس بدون خياط بالعيدان بالبقسم. هذا راح اخيطه بالعيدان هذه، وما عندي بقسم ابيض حتى يكفي لي، يكون صدر بس. البهار مالته زنجبيل، فلفل اسود، الكزبرة. الكزبرة المرافق الغالي للدجاج بكل مكان، تقعد ويا الدجاج كل شيء. والفلفل الابيض والملح والمسح الخردل ينطي نكهة حلوة وطيبة، كلش طيبة. تشوفون بالمناسبة هذا راح نسويه بالطاوة. وعصرة الليمون. وعلى الوجه من يستوي قريب يستوي هم راح نضيف له عصرة ليمون، راح يكون حلو. هسه عندنا هاي الخضار. قلنا تقدرون تضيفون وياها جبنة البارميزان او اي جبنة قليلة الدهون جماعة الدايت اللي يريد راحته طبعا. هسه هاي هذا صار عندي، هذا الشكل مالته. اوكي هسه هاي العيدان تبدون هاي الطريقة ما تباعوا هيك. شي سهل، بس كل ما هنالك شوية تركيز راح تشوفون ايش قد سهلة. شي حلو. وفيها قلت لكم بنفس الوقت طبعا هذا مشابه للدجاج الامريكي،
حاشين لحم مدخن والجبنة والمشروم، بس هذا دايت ابتكار. ما ادري بعد يعجبكم او لا، اي ثينك يعجبكم لان طيب حسب ما قالوا. اتوقع هنا عندنا فتحة، ماكو فتحة هنا بعد، هسه هاي هنا شوية بهار هاي من يخلص هسه وهاي بالنسبة لا هنا هاي راح اذبها هسه بزيت زيتون شوية بالطاوة على نار وين، على هنا على نار ناصية. راح تشوفون تعالوا هسه شوية زيت زيتون وصح ما يصير تسوي لي كذا، بس راح نسوي على نار هادية ليش؟ لأن هسه هذا راح يكون وراح نار قلنا ناصية. أهم شيء ركز على هاي حتى يستوي هو والبطن مالته. بعدين بالنهاية راح أضيف له شوية ثوم تحمير خلاص يكون بهسه. نجمد طبعا هاي هسه راح اغطيه. هيك والنار ناصية شوفوا. هسه هذا دقائق راح يصير هالشي. هسه ليش راح يستوي البخار مالته. بالمناسبة هاي الفيديوهات تلقوها على صفحة الشيف محمد الربيعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الشيف محمد الربيعي. اللي يحب يتابعنا واللي مثل ذكرياتنا بعد ينبهنا على شيء او نكون مهتمين إليه بكل الحالات، ف ان شاء الله ما تلاقون لنا غير يعجبكم يا رب. هسه عندنا هذا بقى 5 دقائق بعد يعني على هاي النار وهيجي بحيث راح يستوي على البخار مالته مثل ما قلت لكم. بعد شويه بعد اضيف له خردل وشويه كزبره وثوم وشويه ملح بس يكون جاهز. تقدرون جبنه قليله الدهون خلوها على الوجه مالته او بالحشوه مالته اللي يحب، بس انا سويت لكم كفكره، المهم انه توصلكم الفكره. لان اني لقيت الصدر قدامكم وشفتوني من حشيته، يعني الشيء سهل كل سهل.
الخردل شوفوا الهلاوة راح يعني هسه نقلب على الوجه الثاني. البهار واجيب لك يومها هذا تكون محمر على الوجه. خلاص هسه عندي الصدر استوى. تطلع على الخردل طبعا تكشي بديت اشيل هسه اقلبها عشان عشان تحمير بعد بس راح اسوي على النار شوية عشان تحمير. آخر فقرة تكون هي عصرة الليمون شوية. هذا الشيء مالتهم الساعات تقدرون خلاص. هذا شايف الشيء هو راح اغطيه شوية ونص النار دقيقتين كلش زايدة عليه. خلاص هسه راح ازيل الليمون واخليه عليه. بس مثل ما قلت لكم انتم مش ما تطولون بيه يمكن افضل. بس المهم نار ناصي. شوفوا هاي النار هسه هاي النار مالتي ناصي نصها كل شان تطبقوا بهالطريقه هاي. بعدين بس على التحمير هسه اعصر الليمون راح يكون خالص يعني. هذا الدجاج محشي دايت سهل وطيب وما بيه اي تعقيدات. ان شاء الله يعجبكم والف مليون عافية.